السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الأعزاء. النهاردة خبر أغرب مما تتصورون. طرد فريق مدغشقر من الجزائر، من الشان الجزائري. مدرب الفريق طالع بيتكلم وبكل سخرية بيقول أنا أول مرة في حياتي أشوف كده، علشان بس جبنا سيرة المغرب واتكلمنا عليهم وفرحنا قوي لما قالولنا إن المغرب هتلعب نصف النهائي. حصل فينا كده يا جماعة. بالفعل تم طرد فريق مدغشقر من الشان الجزائري. دفع اللقب نتاعو مؤسف جدا ان يبقى اليوم في المطار لمدة ساعات ينتظر. فاكرين حضراتكم المقطع ده لما لكجع مسك الفريق كله وراحوا للمطار علشان يسافروا لرحلتهم للجزائر، نقصد فريق المغرب طبعا. حصل ايه؟ فضلوا بالساعات قاعدين في المطار ومحدش عبرهم ولا حد قال لهم اي حاجة، وما خدوش اذن مغادرة الطائرة من المطار علشان تسافر للجزائر. اللي حصل بعد كده كان كارثة بكل المقاييس. النهاردة يا جماعة تم توقيع وتطبيق عقوبة على لاعبين المغرب، عقوبة مالية وعقوبة جزائية، وقالوا ان هم اتهزموا هزيمة ساحقة في الشان الجزائري، مع انهم هم ما سافروش، بس اعتبروهم يعني في مباريات كده في النص ما بتتلعبش. المفروض ان المباريات دي يومين شغاله، بطوله بقى شغاله ورا بعض، ممكن يوم ويوم كلام زي كده. ولكن في حاجه انتوا شفتوها في المباريات بتتاخر شويه، بتلاقوا فتره كده في النص بين كل مباراه ومباراه. طب انتوا عارفين دي ليه؟ علشان هنا المفروض ان البلد اللي كانت هتلاعب المغرب والمغرب اللي كان معمل لهم الترتيب هنا مفيش ترتيب ليهم، فبيلغوا المباراه اللي كانت في النص دي خالص بأيامها، بتفضل الأيام فاضية زي ما هي كده، وبيعلنوا فيها إن المغرب كانت بتلعب أصلا فيها. يعني هم شايفين كأنهم أشباح كده بقى، إن المغرب بتلعب البطولة وبتخسر. طبعا انتوا عارفين إن دورتين كاملين كسبتهم المغرب، كسبتهم وكسبت الجزائر وكسبت الشان الجزائري بالكامل. علشان كده ما كانوش حابين أبدا إن المغرب تقرب من الشان تاني، قالوا هتاخدها للمرة التالتة برضو. لاعبين المغرب من أكتر من 6 شهور وهم بيتدربوا تدريب شامل، تدريب بكل المواقف، حتى تدريبهم على جميع الدول اللي كانت هتلعب في الشان، اللي هم اتفقوا أصلا إن الدول ديت هتكون موجودة في بطولة الشان. وقالوا إن الفريق بتاع المغرب كان بيتدرب يوميا تدريبات على البطولة دي، وحزنوا جدا المغاربة. والنهاردة تم توقيع العقوبة عليهم. هنشوفكم في فيديو قادم.